صباح الفل والياسمين على احلى واغلى متابعين. عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وباحسن حال. ربنا يجعل يومكم مليان بالبركه والامل والتفاؤل وراحه البال، اللهم امين. ربنا يرزقني ويرزقكم راحه البال والسكينه، اللهم امين. وربنا يرزق بيوتنا البركه والراحه والامل والتفاؤل وكل حاجه حلوه، اللهم امين. انا واياكم يا رب. نصلي على النبي كده، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونصلي على النبي كمان مره ونستغفر ربنا ونحمد ربنا. لازم كل يوم اول ما تقوم من النوم كده تحمد ربنا، قول الحمد لله على كل حال، لان احنا بقينا في ايام صعبه جدا، محتاجين جدا ان احنا نقرب من ربنا، محتاجين قرب ربنا بجد، محتاجين نكون راضيين. ارضي بكل حاجه معاكي، ارضي بحالك، ارضي بوضعك، ارضي بعيشتك، ربنا يرضى عنك ويرضيكي، اللهم امين. النهارده بقى جايلكم بمنيو جديد في يوم جديد وفيديو جديد، وهو 25 أكلة اقتصادية ل25 يوم. 25 أكلة اقتصادية بدون لحوم، بدون فراخ، بدون أسماك. ما شاء الله، ربنا يبارك. مش هتفكري تاني ولا هتشيلي هم بكرة تاني. 25 أكل تقدر تاخدي منهم تنفذها طول الشهر، تاخدي منها 10 أفكار في الشهر، فكرتين في الأسبوع، وإن شاء الله ربنا يحسن دايما ما بين إيديكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبوا. منيو أكلات الأسبوع: 25 أكلة اقتصادية بدون لحوم، بدون فراخ، بدون سمك. منيو اقتصادي متنوع، معانا 25 أكلة مفيش واحدة فيهم تشبه التانية خالص. نبدأ كده ببركة بسم الله ونصلي على النبي، ونحط اللايك ونفعل الجرس لو مش مفعلينه. ولو أول مرة تشوفيني متبخليش عليا باشتراك حلو في القناة عشان تنوريني وعيلة الحلوة تكبر بيكي. تمام، يلا بينا بقى بسم الله. اول وجبه معانا وهي طاسه المسقعه. هنعمل كده شويه مسقعه. بصي، البتنجانه واحده وقرنين فلفل هتعملي احلى طاسه مسقعه عندك. وهتعملي جنبها قرديح من دول، ما تعملي معاها لحمه خالص. في ناس بتحب تعملها باللحمه المفرومه، ناس مش عارفه تحب تعملها بايه. لا، احنا هنعملها من غير اي حاجه خالص: بتنجان، فلفل، بصل، شويه طماطم. هنعمل جنبها بطاطس محمره طبعا، والاكله دي بتتاكل بعيش وجرجير. طبعا انا عامله معاكم اكلات بالرز واكلات بالمكرونه اكلات بالعيش. تمام، يبقى اول وجبه معانا وهي طاسه المسقعه. طبق مسقعه ومعاه شويه بطاطس محمره وعيش وجرجير. تقدر تستبدلي الجرجير بمخلل، بصل بخل، اي حاجه. تمام، وينفع تعمليها لوحدها من غير اي بطاطس ولا اي حاجه: شويه جرجير، شويه مخلل، وشويه عيش محمصين، وبصله بخل، تبقى زي الفل معاكي. تاني وجبه معانا بقى هنعمل رز معمر وعسل اسود. في ناس ما بتحبش العسل الاسود، ممكن تسلقي بطاطس وتحمريها، تحمري فلفل، تعملي طبق سلطه، طبق مخلل. بصي، بيمشي معاكي اي حاجه. طبعا انا عارفه ان في ناس بتفضله دايما مع الفراخ مع اللحمه الكلام ده كله، بس جربيه مره اقتصادي كده، يبقى حلو جدا وموفر ومشبع على فكره. تالت وجبه معانا هتبقى لوبيا مطبوخه بدون لحمه وبدون فراخ بدون اي حاجه خالص. شويه لوبيا مطبوخين بشويه طماطم، ومعاهم بتنجان بالدقه او بتنجان مقلي، رز بالشعريه او رز ابيض، وشويه مخلل. ممكن تعملي طبق سلطه، وممكن تزودي بيضتين مسلوقين. بتبقى زي الفل على فكره، وتبقى جميله جدا. رابع وجبه معانا هي صينيه بطاطس في الفرن. هتعملي صينيه بطاطس في الفرن كده حلو من غير فراخ ولا لحمه برضو، شويه رز بالشعريه، بيض مسلوق، سلطه، جرجير. طبعا البيض المسلوق اختياري، في ناس بتفضله وفي ناس لا. خامس أكلة معانا وهي شوية محشي مشكل بقى من غير لحمة ولا فراخ ولا أي حاجة خالص. هتجيبي فلفل، بتنجان، كوسة، هتقوري وهتحشي ممكن تعملي شوية ملوخية جنبه وعيش، شوية شوربة لسان عصفور لو انت حابة، اختياري برضو، شوية سلطة، شوية مخلل، شوية جرجير. حاجات سهلة جدا واقتصادية، وجربوا والله العظيم. بصي، نص الشعب ماشي كده. في ناس تقعد تقولك ازاي هعمل محشي من غير بطة ولا فرخة. لا عادي يا حبيبتي الله، المهم ان احنا فيهم دول كل اي حاجة من غير اي حاجة. يبقى عملنا كده اول 5 ايام: مسقعة، معمر، لوبيا، صينية بطاطس، محشي مشكل. 5 وجبات مشبعة اقتصادية جدا، بسم الله ما شاء الله. سادس وجبة معانا هتبقى ايه يا ترى؟ انا فكره انا بنسى بسرعه. المهم هنعمل سادس وجبه معانا كوسه مطبوخه. هنجيب كده كيلو كوسه او نص كيلو كوسه على حسب اعداد افراد اسرتك، وهتطبخيه عادي جدا. هتزود رز بالشعريه ومخلل وجرجير، بس لا اكتر ولا اقل. طبعا زي ما قلت لكم الشعريه تبقى كتير، بنحاول نقتصد حتى نوفر في رز. طبعا الرز غالي والمكرونه غاليه، يعني كوبايه شعريه على كوبايه رز بتفرق وبتعمل معاكي طبقين. تمام. 7 يوم بقى هنعمل عجة بالبيض في الفرن. كمية بروتينات وفايد وفيتامينات في قلب الوجبة ديت: طماطم وفلفل وايه تاني، وبصل وحاجات كتير كده حلوة. هنعمل جنبها بطاطس محمرة، فلفل مقلي، وعيش ومخلل. طب تمام.
تامن اكله معانا هي فته بدون لحوم. فته هنعمل فته ازاي من غير لحمه؟ يمنا هنجيب ماسوره من عند الجزار، هتقوله عايزه ماسوره، بتقطع لها بتاع 20-30 جنيه، هتجيبيها هتسلقيها، هتعملها شويه شوربه، البهاريز بتاعتها هتعملي بها احلى صينيه فته، ومفيده جدا 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 وبألف هنا. تاسع حاجه سلطه رنجه، هنجيب رنجايه وهنعمل عليها سلطه، هنعملها بقى بسلطه بصل وطماطم ومش عارفه خيار معلق معايا ليه، وشوية ليمون وعيش. عشر أكلة معانا تبقى مكرونة بالصلصة، بطاطس مسلوقة، بيض مسلوق مخلل. وبعد كده هنعمل 11 وجبة معانا اللي هي كشري العدس اللي هو العدس الأصفر. ممكن بقى تعملي جنب بتنجان وفلفل مقلي، بطاطس محمرة، بيض مسلوق، والسلطة. ممكن تعملي طماطم بالدقة، بتنجان مخلل، بصل بالخل، بيض مقلي. بصي الكشري بيقبل معاه كل حاجة، تقدر تعملي كشري بس وجنبيه طبق سلطة، او كشري بس ومعاه طبق بطاطس، او كشري بس ومعاه طبق بتنجان. بصي يعني ايه اقتصادي جدا يعني. 12 اكله معانا هنعمل فول مدشوش بالصلصه، نص كيلو فول هننقعه على بيات كده ونعمله تاني يوم كده طشه وزي الفل، وشويه رز ابيض ومخلل وبألف هنا وشفا، طعمه جميل جدا. وفي ناس بتعمله كشري على فكره. 13 اكله معانا وهي جلاش بالجبنه، هنجيب رف الجلاش وهنعملها بواقي الجبن التلاجة بقى، لانشون، جبنه رومي، اي حاجه عندك هتعملي بها. وشويه كاتشب بقى على مايونيز وبطاطس محمره وشويه مخلل. اكله جميله جدا، كبير وصغير بيحبها ومحدش بيختلف عليها. الاكله ال14 معانا هتبقى كشري مصري بالصلصه والدقه والشطه، حاجه كده ما شاء الله عليها كلنا بنحبه كبير وصغير. 15 اكله اللي هي هتبقى بيتزا بالجبنه او الخضار، المتوفر عندك اعملي بيها بيتزا بالجبن، بيتزا بالخضار، اي حاجه. وبعد كده هنعمل اكله 16 سلطه تونه، علبه تونه قطع بلاش مفتته، وبطاطسيه محمره وشويه جرجير وشويه عيش، وبألف هنا وشفا. كشري بطاطس احمر بقى، والاكله 17 معانا كشري بطاطس احمر، عملته معاكم قبل كده لان في ناس كتير ما تعرفوش. فلفل مقلي، سلطه، بيض مسلوق، بتبقى زي الفل. 18 هتبقى عدس بالجبه مطبوخ بالصلصه، ورز ابيض ومخلل. في ناس بتعمله مقدوره اللي هو كشري بالعدس الجبه، ده بيبقى جميل جدا. وناس بتعمله بالصلصه بيقولوا بقى اجمل برضو، تقدري تعمليه جنبه عيش. 19 يوم بقى هناخد بقى اليوم ده كده نعمل بقى فول بالطماطم وطعمية وجرجير سلطة طماطم، سلطة جبنة قصدي، سلطة مش، بطاطس محمرة، بيض مسلوق. بصي خدي كده يوم كده يوم كده اللي هو يوم خلاص بقى مش عايزين نفصل شوية من الأكل. الأكلة ال20 هنعمل مكرونة بالوايت صوص، انا عن نفسي ما بفضلهاش بس في ناس كتير بتفضلها برضو، وجبة حلوة مش وحشة. 21 بقى هتبقى بامية مطبوخة، هتعملي شوية بامية كده حلوين بما ان ده في موسم البامية، عيش محمر، جرجير، بصل بالليمون وبتنجان مخلل، وادعيلي. وجبة جميلة جدا واقتصادية ومشبعة جدا جدا جدا. أكلة 22 هنعمل محشي فلفل أخضر، بطاطس محمرة ومخلل. في أسهل من كده والنبي؟ مفيش أسهل من كده خالص. تقدري تعملي شوربة لسان عصفور لو انت عندك اطفال، او حابه تزودي حاجه سوائل جنبها. زي ما قلت تقدري تعملي شويه ملوخيه برضو زي الفل. وطبعا يوم 23 هيبقى معانا ملوخيه وعيش او رز بالشعريه، تبقى جميله برضو. الاكله بقى ال24 هنجيب فطير ونعمل عسل بقى بالطحينه او عسل ابيض وجبنه قديمه ومش احمر وخيار شرايح، وبألف هنا وشفا. اخر اكله معانا في منيو النهارده هتبقى البصاره بالفول المدشوش، هنعمل شويه بصاره حلوين كده مع شويه بطاطس محمره وشويه عيش محمص، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. اكل اقتصادي سريع بسيط، واتحداكم ان كان في اكله تشبه التانية. توفير التوفير، تدبير التدبير، كفايه تفكير، كفايه حيره. انقلي ورايا ورقه بالورقه والقلم، وخدي فكره النهارده نفذها بكره نفذها بعده. خدي 10 افكار في الشهر. مش لازم يبقى الشهر كله اقتصادي، على حسب ميزانيتك ظبطي نفسك وظبطي بيتك، وربنا يرزقكم دايما من حيث لا تحتسبوا. انا حبيت اشارك معاكم لان في ناس كتير وانا من ضمنكم بنحتار كل يوم هنعمل ايه، وكل يوم الحاجه رافعه، الفراخ غاليه، اللحمه غاليه، السمك مفيش كيلو عاد ب100 وشويه، معاش في حاجه رخيصه جدا. فربنا يعيننا دايما يا رب، وربنا يحسن من بين ايديكم، واسيبكم في رعايه الله وحفظه.